لما مبارك رفض إقامة قواعد أجنبية في مصر، الأمريكان هددوه وعرضوا عليه $1.5 مليار سنويا، لكن رد فعله كان مفاجئ. لما مبارك رفض إنه يبيع تراب مصر، الأمريكان اتجننوا، ففاجئهم مبارك وفاجئ البيت الأبيض. مش هكرر غلطة شاه إيران. مبارك لما رفض يبيع السيادة المصرية، والصفقة اللي مبارك رفضها وعطل بيها أحلام أمريكا في مصر. لما الأمريكان حاولوا يحطوا رجلهم في قلب مصر، كانت المفاجأة. عرضوا على مبارك $200 مليون كل سنة زيادة على المعونة العسكرية الأمريكية، علشان يسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي المصرية. بس رد مبارك كان صادم. خليني أحكي لك الحكاية من أولها، بس قبلها اعملي لايك واشترك معايا علشان يوصلك كل الحكايات الجديدة. الحكاية بدأت لما وصل وفد من الكونجرس الأمريكي للقاهرة، وفي وسط الاجتماع لقى رئيس الوفد بيقول له: احنا عاوزين نخفض المعونة الأمريكية من $1.3 مليار ل $700 مليون بس. مبارك رد عليه وقال له: براحتكم، دي فلوسكم وانتوا حرين فيها. الوفد استغرب جدا وقالوا له: انت مش عاوز تعرف السبب؟ قال لهم: انا كنت متوقع من ساعة ما عرفت انكم جايين. البيت الابيض كان شايف ان مصر اهم موقع استراتيجي في الشرق الاوسط، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكانوا عايزين يستخدموا ارضها كبوابة للسيطرة العسكرية على المنطقة، وتحديدا في شرق الاقصر. لكن مبارك اللي كان ضابط طيران وعاش وشاف يعني احتلال، رفض تماما الفكرة. الامريكان يسكتوا؟ لا، ما يسكتوش. راحوا رفعوا الإغراء وقالوا له: هنديك $200 مليون سنويا غير المعونة، وهنحط قواعد مشتركة، وهتفضل السيادة ليك. لكن مبارك قال جملته الشهيرة: انت لما تنزل بجنودك في أرض مصر مش هتعرف تطلعهم، وانا مش هكرر غلطة شاه إيران اللي يدخل مصر بجنوده ما يعرفش يخرجهم. أنا لا أملك سلطة الموافقة على إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أرض مصر. هذه البلاد ليست ملكي ولا ملككم ولا ملك أي مسؤول. الكلام ده ما كانش مجرد تصريح حماسي، دي كانت لحظة صدام مباشر بين القاهرة وواشنطن. لكن الأمريكان ما سكتوش وفضلوا ورا الموضوع، وكان واضح إنهم مصرين بكل الطرق يعملوا القاعدة دي. مش بس في الأقصر، لا، عرضوا كمان بدايل تانية زي غرب القاهرة وبرج العرب ناحية اسكندرية. يعني كانوا عايزين أي مكان يثبتوا فيه رجليهم على أرض مصر. الأزمة كبرت أكتر لما مبارك سافر أمريكا في زيارة رسمية، وهناك قعد مع وزير الدفاع الأمريكي وقتها. الوزير ملفش ولا دار، سأله بمنتهى الصراحة: هو انتوا ليه مش راضيين نعمل قاعدة عسكرية عندكم في مصر؟ مبارك ساعتها ما ترددش لحظة ورد عليه بمنتهى الحسم: لا ابو غزالة ولا انا ولا اي مسؤول في البلد عنده الحق يوافق على حاجة زي دي، الدستور المصري ما بيسمحش بكده. وكمل كلامه كمان وقال: حتى لو فكرنا نوافق، الشعب هو اللي بيحكم. الاول لازم يروح الموضوع لمجلس الشعب، وبعد كده يتعمل استفتاء شعبي، وانا عارف شعب مصر، الشعب ده مش هيقبل ابدا بقواعد اجنبية على ارض. وبالموقف ده حط مبارك خط احمر محدش يقدر يعديه، وسد الباب قدام اقوى دولة في العالم، وقال لهم بشكل واضح: مصر مش للبيع، لا بأمريكا ولا بغيرها، تراب البلد مش للإيجار. التاريخ بيقول إن مبارك ما كانش ضد التعاون العسكري بدليل مناورات النجم الساطع المشترك، ولا كان كمان ضد المعونة، لكنه كان شايف إن وجود قواعد أجنبية على الأرض المصرية خطر على الأمن القومي. المثير بقى إن الموقف ده خلى الأمريكان يتضايقوا منه في الكواليس، وبدأوا يضغطوا عليه في ملفات تانية زي الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد وحاجات كتير. لكن مبارك كان دايما بيرد بهدوء، ودايما كان بيرجع للقرار المصري. في النهاية ممكن تختلف مع مبارك أو تتفق، بس لما تيجي سيرة السيادة لازم تفتكر إن الراجل وقف وقال لأ، وإنه مفرطش في حبة رمل واحدة من أرض مصر. وبكده أنا وصلت لنهاية حكاية النهاردة. يا ريت زي ما عودتوني وعودتكم تشاركوني بآرائكم في التعليقات، وبالذات في حكاية النهاردة، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.